دعاء كامل دفعة 93 فنون جميلة قسم جرافيك. فندم عرفينا على المعرض بتاع حضرتك ده، اللوح كام لوحه والمعرض وكام شريك معاك مع حضرتك؟ ويعتبر المعرض يعتبر معرض ثلاثي مع أستاذة علي علي ومع أستاذة جيهان درغام. بالنسبة لي أنا مشاركة ب 15 عمل فني بين 50 في 70 وبين 100 في 70. طبعا يا فندم اللوح اللي ورانا دي هي لوح حضرتك. الحمد لله الحمد لله. ايوه يا فندم، اللوح دي بتاخد مجهود من حضرتك منك؟ طبعا انا لازم اجمع الخامه والاقي الفكره اللي انا ممكن يعني انفذ على اساسها اللي انا عايزاه، لان في قسمين يعني جزء ملون بيحتوي على افكار، وبرضه الابيض والاسود عندي افكاره يعني دراما شويه بس انا بحبها، لان ملخص الانسان محتواه ايه، احزانه وافراحه وكل حاجه. بس يا فندم اللمسه بتاعت حضرتك في اللوح جميله، كل الساده الضيوف كله بيشاور على اللوح الجميله اللي عاملاها حضرتك دي. هي الحمد لله على شيء نتاج وتفكير من ادوات بسيطه جدا، بس المهم ان انت تبقى عندك استعداد تعمل حاجه مميزه وبسيطه وبتوصل للجمهور. مش لازم اطلع تعقيدات، يعني كلها معظمها اكريليك وكرتون وخامات متنوعه، والافكار تبقى سهله انك تقدر تعبر عنها. طب الادوات اللي حضرتك بتعمليها دي متوفره في السوق؟ طبعا كلها، ده من كمان ساعده عادي يعني، مش ماركات ولا حاجه والله. يا فندم اللوحه دي تقريبا بتاخد منك قد ايه؟ وكل ده مجهود وارهاق من حضرتك؟ هي اولا انا بحط ارضيه واسيبها وارجع لها على مدار من 3 شهور ل 6 شهور حسب الفكره. يعني ابيض واسود كل سنه لوحه واحده، انما الوان ميسره شويه، يعني كل 6 شهور ممكن اطلع بلوحه. ده يعني ده يعتبر نتاج 7 سنين عدت. 7 سنين؟ الحمد لله. يعني الامر مش شيء، لان كل فكره لازم ادور انا عايز اعمل فيها ايه، يعني افكار بتبقى عميقه شويه. يعني حضرتك مشاركه ب 15 لوحه، ال 15 لوحه دي اخدوا وقت من حضرتك قد ايه؟ لا هو كده لما تضرب بقى كل واحده في 6 شهور، يعني كده معديه اكتر من 6 7 سنين. انا مطلعه خلاصه التجربه اللي هي 7 سنين، فما حبيتش اعرض تاني عشان ما يعني مخليها ان شاء الله لحاجات تانيه ان شاء الله. بس يا فندم اللمسه بتاعت حضرتك واضحه في بقيه اللوح كلها جميله. الحمد لله. هي والله بسيطه جدا، ان انا يمكن الكلام يرجع من ايام الكليه، يعني كنت جايبه امتياز تصميمات وتصوير، بس دخلت جرافيك، فالشغل ده الناس بتحسبه في صيفيتاء، هو مش في صيفيتاء، هو ورق بس محطوط على بعض باتقان. وبالتجربه بقيت مثلا احط 6 7 ورقات فوق بعض، بس لازم اسيبها شويه مثلا اسبوعين وارجع لها، اتلخم في حاجات الدنيا والبيت والقصص وارجع تاني اشوفها، يعني اغطيها لازم طبعا عشان ما يجيش عليها تراب او حاجه. وببقى مجهزه بقى كل فرخ كرتون بدرجه لونيه، فباخد بقى كانها مكتبه صغيره بدعاء كامل، حاجه صغيره كده خاصه بيا انا، وبدرج بقى الالوان، ولما اشتغل حبه وارجع لها تاني، وهكذا. هي حكايه يعني استمراريه، بس في نفس الوقت في شويه راحه في النص يعني. بس يا فندم لمسه الفنان بيبان في اللوحه يا فندم، الالوان والحاجات الجميله اللي عاملاها حضرتك. الحمد لله. ما هي والله نابعه ان انا عايز اعمل حاجه مميزه وسهله وبسيطه وتوصل للمتلقي وهو مبسوط. يعني كمان على كلام حضرتك، الافتتاح معظم الساده الضيوف واقفين قدام اللوح بتاعت حضرتك واقفه، الحمد لله بقى دي حاجه جميله يا فندم. بالنسبه لي نجاح لوحده والله، الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. ايه للفنانه علي علي والفنانه جيهان درغام؟ والله انا سعيده طبعا باول مشاركه معاهم، وسعيد اكثر ان هم اختاروني علشان يبقى في فاصل بين الاداء اللي هو التصوير والجرافيك، وبين الاداء اللي هو الالوان الزيتيه التصوير الزيتي، فانا في النص. فهم الحمد لله اختاروا ان انا ابقى في النص عشان يبقى فاصل بين التقنيه دي والتقنيه دي. لو فعلا اختاروا فنانه جميله، واللوحه الجميله دي بتبين لك ان اختاروا فنانه جميله. الحاجات الجميله اللي حضرتك عاملاها دي انا كنت مشاركه بيها في اتيليه اسكندريه، عباره عن بورتريه، يعني وانا مش لازم اعمل بورتريه بنفس ملامحه، وانا ليا رؤيه
ان انا اصلا الاقي درجه البيج بتاعت الوش عشان اقدر اعمل المورسريه. ومش لازم كل الستات شعرها سايح وطالعه من كوفير وبتاع، لا عادي واحده كيرلي عادي يعني، يعني نوع من التبسيط للامر. كل ده موجود في اللوحه باين. ما انا كنت ملونه درجات الشعر دي باكثر من درجه، وبعد كده يعني الفورم انت حضرتك لو بصيت لها لبعيد هتحس ان هي واحده ست انا مسميها كده شو والله. لا بس اللوحه جميله، الالوانات، واخترت كمان الالوانات جميله. معنى والله هي معناها ان الست دايما حاطه فاصل بينها وبين الاخر، بحيث ان هي في حدود في التعامل، رغم ان هي بسيطه وممكن تبقى عايقه وممكن بتحب الزراعه وتحب كل حاجه وبتحب الاستقرار. انا كل درجه لون انا بميزها بحاجه ليها دلاله، يعني مش اي حاجه. وممكن تبقى رومانسيه من الموف والتدرجات اللي بعديها، وبس في نفس الوقت هي حاطه فاصل بينها وبين الاخر، ان هي لازم تتعامل مع الجميع باحترام. انت حتى لو ما حبيتش اللي قدامها بس بتحترمه، يعني زي ما احنا اتعلمنا في ديننا، يعني يبقى لازم ان احنا نحترم الاخرين. الحمد لله. بالتوفيق والنجاح دايما يا فندم، ولوحه جميله، وحضرتك مشاركه ب 15 لوحه كلهم اخذوا منك 7 سنين. الحمد لله والله الحمد لله، دعواتكم معانا بقى بالاستمرار. بالتوفيق يا فندم. والف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. الى اللقاء مع شخصيه مصريه جديده ترند 24.